بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم اخوكم المهندس محمد صاحب مركز صيانه الموتوسيكلات. النهارده هنتكلم عن اهم خطوه في ال 180 2020 21 والمشاكل اللي موجوده فيها وحلها في اسرع ما يمكن. والحل هيكون بسيط جدا، لكن زي ما قلت في اغلب فيديوهاتي على القناه لازم ان احنا نختار الصنايعي الشاطر اللي يقدر يرجع الموتوسيكل احسن من الفابريكا. النهارده مشاكل بلسر 180 وحلها. اول حاجه بيكون فيها مشكله البلسر 180 وهي النور. الخطوه الثانيه ترس الاتزان، 3 بلي المرش، 4 اتجاهات الموتوسيكل، 5 الرقابيه. النهارده هنتكلم على الخمس خطوات دول، وهي بدايتهم النور الحمد لله بفضل من الله، لان انا اول واحد عامل زرار النور وبطفي نور الموتوسيكل بالكامل بزرار تعديل بدون قطع سلك واحد في الضفيره وبدون قطع في الكتله، زائد لان الزرار راكب بشكل شيك جدا جدا، مفيش اختلاف 1% لان الزرار مش بتاع الموتوسيكل، وده هنشوفه مع بعض دلوقتي. لكن بعد ما ابدا في الخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه الموتوسيكل بيجي فيه ترس اتزان. طيب بيعمل ايه ترس الاتزان معايا وازاي ان انا احله؟ ترس الاتزان بيعمل معايا رعشه وزنه في الموتوسيكل. يعني ازاي؟ لو الموتوسيكل ترس الاتزان فيه مشكله، احس ان صوت الموتوسيكل خشن جدا جدا، زائد ان الموتوسيكل على الطريق في المسافات او في السرعه الزايده هلاقي لان الموتوسيكل معايا فيه زنه ورعشه في الموتوسيكل، فبالتالي هيحصل معايا كانها مكنه صيني ذبذبه ورعشه وزنه، وده بيتم ظبطه بطريقه كويسه جدا جدا، زائد لان ما بنغيرش اي حاجه لكن هو بينظبط بس. طيب هو بيكون فيه ايه؟ بيكون فيه جاي من بلادها مشدود سنتين. الترس ده عباره عن ترسين بلاستيك وجزء حديد، بيكون الاثنين البلاستيك دول محتاجين اللي هم يتشدوا، بيكون هم اجزاء من السوست، فاحنا بيجي من بلادها في مشدود سنتين 2. فبعد شهر او 2 أو 3 من استعمال الموتوسيكل بيحصل معانا الصوت اللي انا اتكلمت فيه، لان الترس بيكون ريح، فبالتالي بيحصل معايا الصوت دوت. فهو بنفك بالفعل بعد جايبان الموتوسيكل ب3 4 شهور، بنفك ونظبط ترس الاتزان وبنرجع صوت الموتوسيكل الف الالف. الخطوه الثالثه هي بلي المرش. بلي المرش بيكون جاي فيه عيب في ريزيتا بلاستيك، ويمكن اتكلمت فيها في اغلب فيديوهاتي. بيكون في ريزيتا بسيطه كده موجوده في بلي المرش، هي جايه في ال 2020 وال 21 مش راكبه. هي طبعا مش مكلفه، لكن بالفعل المفروض اللي احنا بنفك ونركبها، ودي بتتعمل برضو بطريقه سهله جدا. طيب رابع خطوه وهي اتجاهات ال 120. الاتجاهات بتاعه الموتوسيكل بلسر 2020 و21 بتيجي فيها سنه تهويه شويه، وبالتالي احنا بنشد عليها للمسافه المظبوطه ليها، ما اقدرش اللي انا احمل عليها، لكن انا بقدر امنع الصوت واخلي ضبط الاتزان مناسب للصوت والروح الموتوسيكل. رقم 5 وهي رقبيه الموتوسيكل. لازم اول ما اجيب الموتوسيكل من اول اسبوع في الموتوسيكل لازم اعيد على الموتوسيكل بالكامل تربيط وتشحيم، وهو الرقبيه. رقبيه الموتوسيكل يا جماعه زي ما قلت برضو في اغلب فيديوهاتي، وعملنا فيديوهات ووريت لاغلب الناس بلي الرقبيه بيحصل فيه عمليه صدع من الغسيل او الكلام ده، لان هو بيجي من بلادها مش متشحم. طيب بالنسبه لبلي المرش، سواء انا ركبت بلي مرش اللي هو ده، سواء انا ركبت بلي مرش، المفروض ان انا بمعدل 3 شهور او 4 شهور، من 3 شهور ل5 شهور، لان افك الجزء بتاع بلي المرش ويتم فيه تشحيم بلي المرش بترس المرش. طيب هنقول ليه الجزء بتاع بلي المرش الجزء اللي احنا قلنا عليه مش موجود فيه اي تزييت للموتوسيكل اثناء دورته، يعني عكس تماما الصيني او موتوسيكلات اخرى. ال 180 وال 135 المكانتين دول بالذات في البجاج وال 220 وال 200 الجزء بيكون مش موجود فيه اي مكان لتزييته او اي فتحات بيتم تزييتها من الموتور من الداخل. فبالتالي احنا كل 4 شهور
احنا هنفك الجزء دون وهنشحمه، حتى لو ركبنا بلي المارش هنفك الجزء ده برضه ونعيد عليه تشحيم. وده من اهم الخطوات اللي انا اتكلمت عليها. وزي ما انتم عارفين ان احنا الحمد لله الحمد لله وبفضل من الله ان انا رقم واحد في مصر في ال 180. ويمكن الناس في اغلب فيديوهاتي اكيد بتشوفني، الناس اللي بتجيلي من الصعيد واسكندريه، البحيره، الفيوم، المنوفيه، الجيزه، القاهره بصفه عامه كلها، يعني الحمد لله على مستوى الجمهوريه انا الحمد لله بيجيلي ناس منها. وطبعا زي ما انتم عارفين ان انا بتحجز قبلها بيوم صيانتك، يعني انت لو جاي لي بكره بتتصل قبلها بيوم بتحجز الصيانه بتاعتك. وبالفعل الحمد لله ان احنا هدفنا هو رضا الزبون، يعني لازم العميل يمشي من عندنا يكون متراضي، والحمد لله بنقدر نعمل ليه اي حاجه لازم يمشي من عندنا مرضي، وده بشهاده الجميع ولاي حد اتعامل معايا، وده فضل من عند ربنا ان احنا الحمد لله عندنا ثقه في شغلنا، وشغلنا الحمد لله مفيش منافسه بيننا الحمد لله وبين اي حد، يعني احنا ما بنتنافسش لان يعتبر الحمد لله اللي احنا رقم واحد في البجاج. وده مش تشكير بنفسي، انا لو مش رقم واحد مش هيجيلي ناس من الصعيد والفيوم المنوفيه وباغلب البلاد اللي انا اتكلمت فيها. والحمد لله ان احنا ثقتنا في نفسنا هي اللي مخليه شغلنا على طول مطورين فيه ومطورين في نفسنا، واحنا ما بنقلدش حد. لكن يعني مش هتكلم كتير في الموضوع دون، لكن يا جماعه في ناس كتير بتقول لي يا ريت ان انت تشرح عملي، بس في حاجات لازم فنيات ما ينفعش ان اي حد يعملها، زي مثلا زرار النور تركيبه. زرار النور بيركب زي ما قلت ان مفيش اختلاف 1% لان مش بتاع الكتله، والاهم من كل ده لان احنا ما بنقطعش سلك واحد في الضفيره ولا الكتله، فبالتالي ما فيش منافسه حد بيعرف الحمد لله ينافسنا. زرار الانتظار، زرار الانتظار احنا عاملينه في ال 180 2020 بشكل ما فيش اختلاف 1% لان راكب فيها زرار. والناس اللي هي مش هتشوف الانتظار هنا يا ريت تخش على القناه وبالفعل تخش تتفرج على شغلنا وعلى زرار الانتظار وعن كل حاجه، لان احنا القناه الحمد لله بنتكلم فيها عن كل حاجه وبنتكلم على المشاكل وبنتكلم على العيوب. يعني انا مش بهدف لنوع واحد من الموتوسيكلات، لكن بالفعل انا بتكلم على العيوب وبتكلم على الاخطاء اللي بتكون موجوده في الموتوسيكل. فبالتالي ده المشاكل اللي موجوده في ال 180. واحنا قلنا النور احنا بنركب زرار بدون قطع سلك واحد في الضفيره ولا الكتله وترتاح من كلمه تطفي النور. 2 ترس الاتزان، بنمنع الزنه والرعشه وبنرجع الموتوسيكل 1000 الألف وصوته مليون المية. 3 بلي المارش، بنركب بلي المارش عشان بيحصل معانا عمليه فرة في المارش، وبالتالي الموتوسيكل لو فضلنا على بلي المارش بتاعه هيحصل معانا لان الموتوسيكل مش هيدور مارش وما هيدورش غير زق. 4 وهي اتجاهات المفتوحه، وزي ما قلت اللي احنا هنظبط اتجاهات. 5 وهي رقبيه الموتوسيكل. تمام، نبص مع بعض دلوقتي ونشوف زرار اللي احنا مركبينه. يلا هنبدا مع بعض دلوقتي ونشوف زرار النور راكب ازاي بالشكل الشيك. طبعا ده زرار النور اللي احنا بعدله، وطبعا في ده متعدل من فتره، لكن دلوقتي انا محدثه بالافضل من الزرار دون، هو الافضل زي ما قلت اللي احنا شايفين دلوقتي. نور الكتل طافي، العداد، الرموش، النور الامامي، الستوب الخلفي، الستوب الخلفي. طبعا دلوقتي لما ادور الموتوسيكل نشوف مع بعض هنا، نشوف مع بعض هنا. طبعا دي نور الكتل، والعداد زي ما احنا شايفينه كده. اول تكه هي تشغيل العداد بالكتل. نشوف مع بعض هنا الرموش، عالي وواطي. نشوف مع بعض هنا الرموش، فانوس الشبوره مخلينها مع العالي. لو ادنا نور عالي النور بيشتغل معانا اللي هو الشبوره.
طبعا يا جماعه، واللي هو الاهم في الموضوع دون زي ما قلت، وهو لاننا ما بنقطعش سلك واحد في الضفيره ولا الكتله، وده الاهم. ان فيما بعد يعني في ناس كتير ممكن تكون بتعمل الزرار لكن ما بتعملوش بالشكل اللي احنا شفناه، ان الكتله هنا قافله 100%، زائد ان الزرار راكب بشكل شيك، والكتله ما فيهاش اي ضرر ليها، ما بنقطعش اي حاجه في الكتله. طبعا برضو هو الاهم، لان انا بجيب كرسي وبقعد العميل معانا جنب تركيب الزرار او لعب في الضفيره، يعني بقعده جنبي، وطبعا ده بشهاده كل الناس اللي جات لي ان هو بيفضل قاعد جنبي وانا شغال، وانا بالفعل بنده ليه واقول له تعالى اقعد جنبي علشان احنا مش هنقطع ولا سلك في الضفيره ولا الكتله. وبالتالي ده بيكون حاجه بسطانه جدا، لان شغلنا احنا واثقين فيه وقدام العميل. يعني مش هنعمل زي ناس تانية اللي انت بتسيب الموتوسيكل او بتحجز معاه وبتسيب له الموتوسيكل وبعد شويه بتروح تستلم منه الموتوسيكل. احنا الحمد لله عندنا ان انت بتستلم الموتوسيكل وانت واقف، يعني الموتوسيكل انت ما بتسيبوش ليا حتى لو انت جاي لي منين، الموتوسيكل بيتعمل وانت واقف. زائد لان يعني اثناء عمايل الموتوسيكل بنقدر برضو اللي احنا نوفر ليك قطع، يعني الراحه من بسم الله الرحمن الرحيم، من واي فاي، كل الحاجه اللي ممكن العميل يحتاجها بنقدر نوفرها له اثناء شغلنا في الموتوسيكل. زائد الحمد لله ان احنا يعني روحنا كويسه مع العميل، مش من الناس اللي هم يعني بيحسسوا العميل لان هم بيعملوا حاجه فبالتالي هو بيقعد ما بيتكلموش معاه. احنا لا طبعا، احنا كلنا اخوات وبالفعل بنكون مع بعض في صيانه الموتوسيكل. يعني خلاص زي ما قلت كده، دي المشاكل اللي انا اتكلمت عنها. زرار النور طبعا احنا شفناه مع بعض، لكن ترس الاتزان ده بيتظبط، وبلي المارش ده بيتظبط، والاتجاهات برضو بتتظبط. الرقبيه احنا بنشحمها وبترجع الف الالف. المشاكل البسيطه دي لو احنا عملناها عند حد، مش شرط يكون انا بس، لو عملناها عند حد يكون فاهم في الموتوسيكل مش هيحصل لينا اي مشاكل. لان جالي ناس كتير جدا مغيره ترس الاتزان وهو بيتظبط مش بيتغير، يعني في ناس غيرته وهو بيتظبط، في ناس بلي المارش بوظت الفلان بتاعها. كل ده يا جماعه موجود بالفيديوهات، وموجود الناس اللي جت شرفتني من الصعيد واسكندريه وجميع مصر الحمد لله في ليهم فيديوهات على القناه، عشان لو انت اول مره تشوفني. ولو اول مره تشوفني يا ريت برضو ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الاتجاهات زي ما قلت انها بتتظبط مش بتتغير، وبلي المارش والرقبيه نفس الكلام. وده كان حل مشاكل ال 180، حلها ببساطه، والمشاكل اللي موجوده فيها هي مشاكل خفيفه جدا، لكن التعامل معاها لازم يكون في الصح. ولو عجبكم الفيديو ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس.